السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله نشارك معكم فقاص مالح بالفرomاج الاحمر، تيجي لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. هانتوما كما كتشوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش تيجي. كنقطعوه بالمقص. المقادير اللي تنحتاجوا له هي كيلو ديال الطحين، واحد الساشي ديال الخميره، عندي هنايا واحد 150 غرام ديال الفرomاج حمر محكوك، وثلاثه ديال المثلثات الفرomاج، جوج حبات ديال ضماد البقري وشويه ديال الابصار والملحه، واحد القبيطه صغيره ديال المعدنوس مقطع، واحد الزلافه فيها عندي 250 غرام ديال الزبده مذوبه وكملتها بالزيت والماء باش غادي نجمعوا الخليط. غادي ناخذ الفرomاج الحمر هو والفرomاج مثلث، وغادي نزيدو على الدقيق ديالنا، وغنزيد عليه جوج ضماد ديال البنه فرتتهم والابصار والملحه، وغادي ندمج هاد العناصر مع الدقيق، وغنزيد عليهم المعدنوس اللي مقطع والخماره. غادي نخلط العناصر كامله ونضيف عليهم داك الزلافه اللي فيها 250 غرام ديال الزبده مذوبه والباقي ديال الزيت. بعد ما كندوبوا الزبده كنديرها في الزلافه وكنكمل لها بالزيت. هنايا كتشدوا الخليط ديالنا كنبسبسوه مزيان حتى كتندمج الزبده مع الدقيق ومع العناصر الاولى اللي درنا. الخليط ديالي كنجمعو بالماء، كنبقى نضيف الماء غير بالتدريج بشويه بشويه حتى كيتجمع الخليط وكيولي خليط متجانس يعني متماسك. وكنطلقوا فوق الطبله حري على شكل حريبلات، كنقسموا كويرات ونطلقوا على شكل حريبلات رقاق، وكنقطعوا بالمقص. للاسف ان فاش قطعته بالمقص المقطع اللي كان عندي فيه مقطع بالمقص ودخلته فيه الفران مشالي. هنا كما كتشوفوا ها هو هذا محربل، وكنقطعو كما قلت لكم بالمقص. كنديروه في الطبسيل وندخلوه الفران مره مره، كنبقاو نحركوه حتى كيتحمر وكيجي على هذا الشكل هذا. مذاقو زوين ولذيذ. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. المقادير ديالو كما شفتوا بسيطه وقليله، والى فرصه مقبله ان شاء الله.